اهلا بيكم يا جماعه. تخيل تصحى في يوم وتكتشف ان العمود الفقري بتاعك اللي هو السلسله المعقده اللي ربنا صممها باتقان علشان تديك المرونه والقوه في نفس الوقت بدا يخونك. فقره تمسك في التانيه، واحده تلحم في التانيه، لحد ما العمود يتحول كله لحاجه صلبه مش انسانيه تماما، كانه عصايه خيزران. المنظر ده مش مشهد في فيلم خيال علمي ولا تجربه في معمل، دي الحقيقه اللي كانت تستنى ناس كتير قبل ما العلم يتدخل وينقذهم. احنا النهارده بنتكلم عن مرض عنيد اسمه انكيلوزنج سبونديلايتس، اسمه التهاب الفقاري اللاصق. المرض ده من أمراض المناعة الذاتية اللي بتختار ضحاياها بدقة غريبة، وبيحب يهاجم الشباب وهم في عز قوتهم، وده اللي بيخليه مأساوي ومثير في نفس الوقت، لأن اللي بيواجهه بيكون شاب في العشرينات لسه بيبني حياته، وفجأة جسمه بيقرر يهاجم نفسه. تعالوا نبدأ الرحلة من الأول. كلمة أنكيلوزنج دي معناها التحام أو التصاق، وكلمة سبونديلايتس معناها التهاب الفقرات. يعني المرض ببساطة معناه التهاب مناعي مزمن بيصيب العمود الفقري والمفاصل الكبيرة اللي حواليه، وبيسبب في النهاية الالتحام الفقرات ببعضها. الجسم بيحاول يصلح الالتهاب، بس بدل ما يبني حاجة مرنة بيكون عظم جديد يعمل زي الأسمنت يلحم الفقرات ببعض، فيتحول العمود كله لحاجة صلبة. لكن هل ده بيحصل فجأة؟ الحقيقة لا، ده بيبدأ من مفصل محدد جدا، ساكرو إلياك جوينت، المفاصل الحقوقية العجوزية. دي المفاصل اللي بتربط العمود الفقري بالحوض. تخيل المفصل ده كأنه المفصلة الأساسية اللي شايلة جسمك كله. لو ولعت فيه النار الحرارة هتنتشر في السلسلة كلها. 90% من الحالات بتبدأ من هنا، والالتهاب اللي بيحصل اسمه ساكرو إليايتس، ودي أول بصمة نقدر نمسك منها خيط المرض. ومن هنا المرض بيمد إيده لفوق يوصل للعمود الفقري نفسه، وبالذات الأماكن الأربطة بتمسك فيها في العظم، وده اللي بنسميه انسيسايتس. الالتهاب هناك بيخلي الجسم يبدأ يبني عظم في أماكن مش المفروض يبني فيها، فيحصل التحام ببطء كأنك بتحط طبقة أسمنت فوق التانية. السؤال المهم، ليه ده بيحصل؟ ليه المناعة قررت فجأة تهاجم العمود الفقري؟ الحقيقة إن الإجابة فيها جزء وراثي كبير جدا. في جين اسمه HLA-27. أكتر من 90% من مرضى أنكيلوزنج سبونديلايتس عندهم الجين ده، لكن وجوده مش معناه إنك لازم تصاب بالمرض. هو مجرد استعداد وراثي ممكن يفضل ساكت طول العمر، وممكن يتفعل لو الظروف حفزته. إيه هي الظروف دي؟ ممكن تكون عادة فيروسية قديمة، أو حتى خلل في توازن البكتيريا في الأمعاء، او حتى استجابه مناعيه اتجننت بسبب تعب بسيط. نتيجه واحده، جهاز المناعه بدا يشوف العظم والاربطه كانهم حاجات غريبه، بدا يهاجمها، يبدا يبعت خلايا التهابيه ويفرز مواد اسمها السيتوكينات، ودي مواد كيميائيه مسؤوله عن توجيه جيش المناعه. لكن الجيش هنا بيهاجم الجسم نفسه، ومع الوقت الالتهاب ده بيفضل مولع في الاماكن دي. كل محاوله تصليح من الجسم بتسيب اثر غلط، لحد ما تلاقي العظم نفسه بيتحول لشبكه متصله ما فيهاش مرونه. طيب المرض بيبدا ازاي؟ مش بألم مفاجئ زي الشد العضلي، لا، ده ألم خفي شويه. بيبدأ خفيف في أسفل الظهر أو الأرداف، كأنك قاعد غلط أو مرهق شوية، بس مع الأيام بتلاحظ إنه ثابت، مش بيروح بالراحة، بالعكس بيزيد لما ترتاح. لما تنام تصحى بعد كام ساعة تحس ظهرك ناشف كأنه قطعة واحدة. الألم ده بيصحي المريض من النوم في نص الليل، لكن أول ما يقوم ويتحرك شوية يبدأ يحس بتحسن. وده الفرق الجوهري بين الألم العادي والألم الالتهابي. الألم الميكانيكي زي الشد العضلي أو الانزلاق الغضروفي بيزيد بالحركة، إنما الألم الالتهابي بيكره الراحة وبيحب الحركة. المريض دايما بيقول لما اتحرك بحس براحة، بس اول ما اقعد او انام الدنيا بتولع. ده اللي بنسميه انفلاماتوري باك بين، الم الظهر الالتهابي، وده ليه 5 علامات مميزه. اول حاجه انه بيبدا قبل سن ال40، بيجي بالتدريج مش فجاه، وبيزيد بالراحه وبيتحسن بالحركه، وممكن يصحي المريض من النوم بالليل. كمان بيكون فيه تيبس صباحي رهيب بيخلي المريض يقوم من السرير بالعافيه ويقعد ساعه او اكتر لحد ما ظهره يفك. والألم ساعات بيبدل من الجنبين، مرة شمال ومرة يمين. الالتهاب مش بس بيقف عند المفاصل الحرقوفية، مع الوقت بيطلع لفوق ناحية العمود الفقري لحد الرقبة. الفقرات بتمسك في بعضها واحدة ورا التانية تدريجيا، والغضاريف اللي بينهم بتبدأ تضعف، والعظم الجديد اللي بيتكون اسمه سينديزموفايت، وهو ده اللي بيعمل منظر الأشعة اللي بنسميه ظهر البامبو. المريض ممكن يبدأ يميل لقدام مع انحناءات اسمها كيفوزس، وده بيخليه كأنه دايما باصص للأرض، وده بيخلي الرؤية لقدام صعبة. الصورة دي مش بس مؤلمة جسديا، دي كمان ليها تأثير نفسي. تخيل شاب كان رياضي او نشيط فجأة يلاقي جسمه بدأ يقيد حركته، ومع كل حركة بسيطة يحس كأنه محبوس مش عارف يتحرك. وده مش بس وجع ظهر، المرض كمان ممكن يهاجم مفاصل تانية زي مفصل الفخذ او الكتف، وده بيخلي الحركة مؤلمة جدا. كمان ممكن يظهر التهاب في العين، وده اسمه يوفيايتس، يجي فجأة بعين حمراء ومؤلمة جدا وحساسة للنور، ودي حالة طارئة لازم تتعالج فورا، لو ما اتعالجتش ممكن تأثر على البصر. المرض كمان ممكن يسيب آثار عامة زي إرهاق عنيف، سخونية خفيفة، فقدان الشهية، نقص الوزن، لأن الالتهاب المزمن بياخد من طاقة الجسم زي بطارية دايما في حالة استنزاف. كمان العمود المتصلب بيكون هش، وأي خبطة بسيطة ممكن تكسره، والمريض يضيع منه التوازن بسهولة، خصوصا مع الانحناء للأمام اللي بيغير مكان مركز الثقل. بس الحقيقة اللي بتفرحنا إن الزمن ده انتهى خلاص. المرض اللي كان زمان بيحاول الناس لتماثيل من العظم بقى نقدر نوقفه. قبل ما ندخل في الجزء الثاني، ازاي بنشخص المرض وازاي العلاجات الحديثه بدات توقف المرض، الفيديو ده برعايه تطبيق حسب كلينيك.
وده تطبيق بيساعد اي دكتور انه يدير العياده بتاعته باحتراف على اي جهاز بدون اي امكانيات عاليه، وبيحتاج جهاز واحد بس، يعني مش محتاج سيرفر او اي تعقيدات. وكمان بيتيح لك ان انت تدير المرضى بتوعك بالكامل، وبيكون قاعده بيانات موجوده على الجهاز بتاعك، محتاج تنقلها على اي جهاز تاني او كده براحتك. والتواصل هيكون واتساب من خلال الرقم اللي هيظهر على الشاشه. نرجع بقى لموضوعنا. سؤال بسيط، ازاي الطبيب يعرف ان الم الظهر ده التهاب فقري لاصق مش مجرد شد عضلي او ديسك؟ الحقيقه التشخيص في المرض ده محتاج دقه وملاحظه، مش مجرد اشعه، لان المرض بيبدا قبل ما الاشعه العاديه تقدر تشوفه اصلا. البدايه دايما بتكون في الحكايه اللي المريض بيحكيها. وصف الالم هو المفتاح الذهبي. الطبيب اللي سامع كويس هيعرف ان الالم اللي بيزيد بالراحه ويتحسن بالحركه مش ميكانيكي ده التهابي. بعد القصه بيجي الفحص السريري، والطبيب بيفحص حركه العمود الفقري، هل المريض يقدر ينحني لقدام، هل الصدر بيتحرك بشكل طبيعي اثناء التنفس، لان في الحالات المتقدمه حتى التمدد الصدري بيقل، لان الفقرات بتاعه الضلوع ممكن تتاثر هي كمان. بس عشان نكون ادق، الاشعه الحديثه هي اللي بقت البطل في التشخيص. الاشعه العاديه ممكن تبين الالتهابات بعد سنين من بدايتها، لكن الرنين المغناطيسي هو اللي يقدر يشوف الالتهاب وهو لسه في بدايته. الرنين بيكشف لنا الساكروإليتس اللي هو الالتهاب في المفاصل الحركوفيه حتى لو ما بانش اي تآكل او التحام في العظم، وده معناه اننا نقدر نمسك المرض بدري جدا ونمنعه انه يتطور. وطبعا التحاليل لها دور مساعد، اهمهم اختبار الجين HLA-B27، مؤشرات الالتهاب زي ESR والسير اكتيف بروتين. بس خد بالك، وجود الجين لوحده مش معناه انك شخص مصاب، ولا غيابه معناه انك شخص سليم، هو مجرد دليل اضافي. السؤال اللي ممكن يخطر في بالك، طيب لو اتشخصت بالمرض ايه ممكن يحصل بعد كده؟ هل في امل ان الجسم يرجع زي الاول؟ الاجابه بوضوح، العلاج مش بيرجع الفقرات اللي مسكت في بعضها، بس يقدر يوقف او يبطئ عمليه الالتصاق ويحافظ على الحركه الموجوده، وده في عالم الروماتيزم بيعتبر انجاز ضخم جدا. العلاج هنا بيتقسم لمستويين. الاول والاساسي اللي لازم كل مريض يبدا بيه هو العلاج الطبيعي والرياضه اليوميه. التمارين هنا مش اختياريه، دي حياه. الحركه المنتظمه بتمنع التصلب وتحافظ على مرونه العمود الفقري. في تمارين مخصوصه للظهر والصدر والرقبه بتساعد المفاصل تفضل مفتوحه والانسجه تفضل مرنه. وبعد كده بيجي دور الادويه. اول فئه هي مضادات الالتهاب، ونبدا ب نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز زي النابروكسين والاندوميساسين، ودي بتخفف الالم والتيبس بشكل ممتاز. انما لو المرض نشط ومش راضي يهدى، ساعتها بندخل على الاسلحه الحديثه، العلاجات البيولوجيه، ودي فعلا غيرت القواعد كلها. العلاجات دي مش مجرد مسكنات، دي ادويه بتشتغل على الالتهاب من جذوره. اشهرها انتي TNF اللي بيوقف ماده اسمها عامل نخر الورم، وده واحد من اهم المحركات اللي بيخلي المناعه تشعل الالتهاب. لما نوقفه المناعه بتهدى والالم بيختفي والمريض بيرجع يعيش طبيعي. وفي نوع تاني من العلاجات اسمه انتي انترليوكين 17 بيشتغل على سيتوكاين تاني مسؤول عن الالتهاب، وبيعتبر من احدث الادويه اللي حققت نتائج مبهره. المرضى اللي كانوا مش قادرين يلفوا رقبتهم بقى عندهم مرونه من جديد، والموجات الالتهابيه حصل فيها تحكم بنسبه ضخمه. لكن العلاج مش دواء بس، اسلوب الحياه جزء لا يتجزأ من العلاج. التدخين مثلا بيزود شده المرض وبيقلل من فعاليه الادويه، والنوم لازم يكون على مرتبه صلبه نسبيا، والمخده اللي بننام عليها تكون واطيه علشان ما يحصلش انحناء اضافي في العمود الفقري. الوضعيه الصح اثناء الجلوس والمشي حاجه اساسيه، لان المريض اللي يحافظ على وضع جسمه الطبيعي من البدايه بيمنع التشوهات اللي بتحصل بعدين. وسؤال تاني بيجي كتير، هل المرض ده بيأثر على اعضاء تانيه في جسمنا؟ الاجابه ايوه ممكن. التهاب القزحيه في العين يعتبر الاشهر زي ما قلنا، بس كمان ممكن يظهر التهاب في الامعاء زي مرض كرونز او القولون التقرحي، لان المنظومه المناعيه اللي فيها خلل بتشتغل في الجسم كله. علشان كده مهم جدا ان الطبيب يتابع الحاله ككل، مش بس العمود الفقري. كمان لازم نفهم ان المرض مزمن، يعني ما بيروحش لكن نقدر نتحكم فيه، وده الفرق بين الماضي والحاضر. زمان كان المريض بيعيش ويموت في الم وتيبس، دلوقتي المريض يعيش حياه كامله، يشتغل، يتجوز، ويمارس رياضه كمان. السر في التشخيص المبكر والمتابعه المستمره. في نقطه علميه مهمه جدا، الابحاث الحديثه اكتشفت ان البكتيريا اللي في الامعاء الميكروبيوم ليها علاقه بالمرض، يعني المناعه ممكن تبدا تتحفز بسبب خلل بسيط في البكتيريا المفيده. الدراسات دي فتحت الباب لفهم جديد ممكن ياخدنا بالعلاجات في المستقبل، انها تشتغل على توازن الامعاء نفسها بدل ما تضرب الالتهاب من فوق. وطبعا لازم نعرف ان الالتهاب المستمر ممكن يسبب هشاشه في العظام، علشان كده المتابعه بالعلاج الوقائي للكالسيوم وفيتامين دي مهمه جدا. ولو بصينا للصوره من بعيد هنلاقي مرض زي التيبس الفقاري مش مجرد الم ظهر، ده مثال على قد ايه جهاز المناعه عبقري وصعب في نفس الوقت. نفس القوه اللي بتحمينا من الفيروسات ممكن تتحول ضدنا لما تتلخبط في الاشاره، ودي نقطه عايزيننا نتامل، لان العلم مش بس بيحاول يعالج، ده كمان بيحاول يفهم ليه المناعه بتتلخبط بالشكل ده، ليه في ناس معاهم الجين وما بيتصابوش. يمكن الاجابه في المستقبل تكشف لنا اسرار تانية عن علاقه الجسم بنفسه. وفي النهايه الرساله لازم توصل لكل الناس، الم الظهر مش دايما حاجه بسيطه. لو الالم بيزيد بالليل وبيصحيك من النوم وبيتحسن بالحركه ما تستهونش، روح لطبيب مختص وافتح باب التشخيص بدري. كل يوم ما بيتاخر التشخيص كل ما الالتهاب بيزيد اكتر، وكل ما تبدا العلاج بدري بتحافظ على حريتك في الحركه. ودي كانت رحلتنا في عالم الالتهاب الفقري اللاصق، رحله بدأناها من اول الالتهاب اللي بيحصل في المفصل الحرقوي، وانتهينا بيها عند العلاج البيولوجي اللي غيرت مصير الاف من المرضى. خليك فاكر، العلم مش بيقف، والمناعه مهما كانت بتعاند ربنا هو الشافي.